بيبدأ الفيلم بمجموعة شباب متجمعين قدام بيت واحدة صاحبتهم، سهرانين وبيقلبوها هزار وضحك وقاعدين يحكوا لبعض قصص رعب بيحبوها. ووسط الكلام واحد فيهم يقرر يهزر تقيل شوية ويخوف البنت، فتتفزع والمشروب يقع من ايدها. تقوم تقرر تدخل البيت تجيب إزازة تانية، وهو يدخل وراها عشان يساعدها. جوه البيت الولد يلاحظ حاجات غريبة حوالينه، وساعتها يعرف إن أبو صاحبتهم من هواة تجميع التحف القديمة. عينه تيجي على صندوق إزاز مكتوب عليه اسم لادولا، وجواه خنجر أثري شكله مرعب. البنت تطلب منه يجيب إزازة من تحت وتقوله إن القديم دايما طعمه أحلى. فينزل البدروم، واللي هو كمان مليان تحف وحاجات تخوف. وهو بيدور على الإزازة يسمع صوت غريب يخضه، فيفتكر إن صاحبته بتهزر معاه زي ما هو عمل فيها، فيزعق لها. بس فجأة يظهر سفاح من وراه ويمسكه ويقتله بطريقة بشعة جدا. في نفس الوقت البنت التانية بتكون في الحمام وتسمع خبط على الباب، تفتكر إن صاحبها هو اللي بيخبط، فتكلمه وتقوله إنها مش طالعة دلوقتي. لكن الخبط يفضل مستمر وبطريقة مريبة، وفجأة السفاح يقتحم الحمام ويقتلها هي كمان من غير أي رحمة. على الناحية التانية ولد وبنت من نفس الشلة بيكونوا عند ملعب التنس. فجأة الكشاف ينور والسفاح يهجم على الولد ويقتله بمضرب التنس. البنت تدخل في حالة رعب وتجري تحاول تستخبى. السفاح يفضل وراها وكان هيقتلها بسهم، لكنها تقدر تفلت وتدخل أوضة وتستخبى جوه الدولاب. السفاح يدخل الأوضة ويفتح الدولاب بس مش يلاقيها. بعد شوية البنت تطلع من مخبأ صغير جوه الدولاب وتحاول تهرب، بس في اللحظة دي تسمع صوت عربية أبوها وهو راجع. تجري بسرعة عشان تحذره، لكن للأسف تقابل السفاح في وشها ويقتلها بنفس الطريقة البشعة. بعدها السفاح يرجع ياخد الخنجر الأثري ويمشي. تاني يوم بنتعرف على ميلي، بنت بتجهز نفسها عشان تروح المدرسة. قبل ما تنزل تفطر مع أمها ومع أختها الكبيرة شارلين اللي شغالة ضابطة شرطة. شارلين تسأل ميلي هتروح حفلة بكرة مع مين، فميلي تقول لها إنها مش ناوية تروح. أمها تبلغهم إن هي وميلي هيسهروا مع بعض بدل الحفلة. نكتشف إن ميلي شخصية ضعيفة شوية وأمها متحكمة فيها، عكس أختها شارلين اللي قوية وواثقة. في المدرسة ميلي تقابل صحابها المقربين نايلة وجوش، ويكونوا زعلانين منها عشان رافضة تروح حفلة لم الشمل. يقولوا لها إن بوكر هيبقى موجود هناك، وهو الولد اللي ميلي معجبة بيه بس مش قادرة تعترف له. ميلي تقول لهم إنها هتفكر. نايلة تحاول تطبطب عليها وتفهمها إنها حاسة بحزنها بعد وفاة أبوها، وإنها لسه مش قادرة تتخطى الموضوع، لكنهم دايما جنبها وبيحبوها. في الفصل ميلي تقابل رايلر زميلتها المستفزة اللي تفضل تتريق عليها بسبب لبسها زي كل مرة، وميلي ما تقدرش ترد. بسبب كده تتأخر على حصة النجارة. المدرس يضايق لأنها مش أول مرة تتأخر. بوكر ينصحها إنها تقدم ساعتها دايما 5 دقايق عشان حتى لو اتأخرت تفضل في الميعاد زي ما هو بيعمل. المدرس يطلب من ميلي تقدم مشروعها، لكنها تقوله إنها مش جاهزة ولسه محتاجة وقت وهتقدمه الأسبوع اللي جاي. المدرس يتريق عليها قدام زمايلها، وفجأة كل الطلبة يوصلهم تنبيه على موبايلاتهم بخصوص حادثة قتل حصلت امبارح، وإن القاتل لسه ما اتقبضش عليه. هنا نعرف إن الشباب اللي اتقتلوا كانوا زمايل ميلي في نفس المدرسة. بالليل ميلي تشارك في ماتش الفريق المدرسة وهي لابسة لبس الدب المشجع، لأن الأنشطة دي بتساعدها إنها تاخد منحة للجامعة اللي نفسها فيها. بعد نهاية اليوم تلاحظ إن أمها لسه ما جاتش تاخدها. صحابها يعرضوا يوصلوها، لكنها تقول لهم إنها هتستنى شوية. يودعوا بعض بطريقتهم المعتادة. لما أمها تتأخر ميلي تتصل بيها، لكن تطلع نايمة ومش سامعة. بعدها ميلي تتصل بأختها شارلين وتعرف منها إن أمها مش هتيجي. الموبايل يفصل شحن وميلي تفضل واقفة لوحدها والمدرسة فاضية حوالينها. وفجأة السفاح يظهر قدامها واقف قصادها من الناحية التانية. باللحظة دي ميلي تتمنى إن اللي قدامها يكون مجرد وهم بسبب التعب والخوف، بس فجأة السفاح يبدأ يتحرك ناحيتها والخنجر في إيده. الرعب يتمكن منها فتجري بكل قوتها تحاول تهرب، وهو وراها خطوة بخطوة. في الآخر تستخبى في مكان بعيد عن عينه، ولما السفاح ما يلاقيهاش يقرر يمشي. بعد شوية ميلي تطلع من مخباها بحذر
بس الصدمة تيجي لما تلاقيه واقف قصادها فجأة، يهجم عليها ويمسكها عشان يقتلها. لكن في اللحظة دي راس الخنجر تنور والقمر يختفي وهو بيطعنها في صدرها. الغريب إن الألم والنزيف يكونوا فيه هو كمان. في نفس اللحظة شارلين توصل، فيجري السفاح هارب، وتقدر شارلين تنقذ أختها، والخنجر يقع من السفاح ويسيبه وراه. بعدها يروحوا قسم الشرطة، والأم تكون مرعوبة على بنتها. الشرطة بتحتفظ بالخنجر في غرفة الأدلة. لما ميلي ترجع البيت وتنام، تبدأ تحلم بكوابيس عن اللي حصل، وتسمع أصوات غريبة بتنطق اسم لادولا اللي هو اسم الخنجر الأثري. تاني يوم ميلي تصحى وهي مش فاهمة هي فين بالظبط. أمها تدخل تطمن عليها وتسألها عن كتفها، بس ميلي ما تردش. الأم تحس إن في حاجة مش طبيعية. ميلي تفضل محتارة أكتر لما تبص لنفسها في المراية. وفي نفس الوقت السفاح يفوق في مكان مهجور، مستغرب هو فين. أول ما يبص على نفسه في المراية يصرخ من الصدمة. هنا بنكتشف الحقيقة، ميلي والسفاح بدلوا أجسامهم. ميلي بقت جوه جسم السفاح بشكل ذكوري، والسفاح بقى جوه جسم ميلي بشكل أنثوي. نرجع لميلي وهي قاعدة على الفطار، وتفضل تبص على السكينة اللي في إيد أمها بنظرة مريبة. أول ما تشوف الأكل تهجم عليه بجوع غريب كأنها ما أكلتش قبل كده، وبعدها تحاول تمسك السكينة. شارلين تدخل في الوقت ده تطمن عليها، لكن ميلي تفضل ساكتة وتحاول تطعن أختها، لولا إن الأم تاخد السكينة منها وتقول لها إن ده مش وقت هزار عشان ما تتأخرش عن المدرسة. في نفس الوقت الأخبار تبدأ تحذر الناس من السفاح، وبعد شوية نشوف السفاح نفسه ماشي في المدينة، بس في الحقيقة دي ميلي جوه جسمه، وبتحاول تتفادى أي حد يعرفها. واحدة بتتعرف عليه فيجري بسرعة. على الناحية التانية السفاح اللي جوه جسم ميلي يقف قدام الدولاب، يختار لبس ومش عاجبه أي حاجة، فيروح لأوضة شارلين ويختار لبس يناسب الشخصية اللي جواه. بعدها يروح المدرسة، لكن بنسخة ميلي مختلفة تماما. الكل يستغرب خصوصا صحابها. رايلر تيجي كعادتها وتبدأ تتنمر عليها وتسألها عن اللي حصل مع السفاح، خصوصا إنها شافت وشه في الأخبار. ميلي تتضايق وتطلب منها يروحوا مكان لوحدهم يتكلموا. في نفس الوقت ميلي الحقيقية اللي جوه جسم السفاح تنجح توصل للمدرسة عشان تقابل نايلا وجوش. نرجع لرايلر اللي تكون متحمسة تعرف التفاصيل. فجأة ميلي تبدأ تتصرف تصرفات غريبة من غير ما تنطق ولا كلمة. رايلر تقول لها إنها داخلة الحمام، ولو ما حكتش حاجة لما ترجع هتمشي وتسيبها. بعد شوية رايلر تسمع صوت غريب، فتطلع تشوف في إيه. تتفاجئ بالسفاح واقف قصادها. قبل ما تهرب ميلي تظهر، ورايلر تفتكر إنها جاية تحميها، لكن ميلي تمسكها وتحطها جوه الفريزر وتقفله عليها وتشغل الجهاز على أعلى درجة. لما السفاح يطلع يلاقي الجهاز شغال وفي حد جوه. يفتح الباب ويتصدم لما يلاقي رايلر متجمدة وماتت من البرد. بعدها ميلي تطلع والمدرس ينادي عليها عشان تحضر الحصة. بوكر يحاول يطمن عليها لكنها ما تردش. المدرس يتضايق من تأخيرها المعتاد ويحرجها قدام الطلبة. في نفس الوقت نايلا وجوش يكونوا مستنيين ميلي زي كل يوم، لكن فجأة يدخل عليهم السفاح. يجروا من الرعب ومش عارفين إن دي ميلي جوه جسمه. نايلا تضربه في مكان حساس ويهربوا، لكنه يفضل وراهم لحد ما يدخلوا المطبخ. يبدأوا يضربوه بأي حاجة في إيديهم. يحاول يقنعهم إنه ميلي بس مش مصدقينه. يضطر يضربهم عشان يسكتوا ويأكد لهم إنه مش جاي يقتلهم. بعدها يعمل لهم نفس حركات ميلي وهي بتشجع فريقها. يسألوه عن فيلمها المفضل وعن الشخص اللي معجبة بيه ويجاوب صح. كمان يخليهم يسلموا على بعض بطريقتهم المعتادة. هنا بيتصدموا ويصدقوا الحقيقة. يقول لهم إنه هيحكي لهم كل اللي حصل، وبالفعل يحكي لهم قصة الخنجر، خصوصا إنه سمع اسم لادولا في الأحلام. جوش يدور على الاسم على الإنترنت ويوصل لصورة الخنجر، ويعرف إنه خنجر أثري ويستخدم في طقوس التضحية، ومكتوب عليه نقوش باللغة الإسبانية. بعد كده التلاتة قرروا يروحوا مدرسة اللغات عشان يترجموا النقوش المكتوبة على الخنجر. المدرسة هناك تشرح لهم إن اللي مكتوب معناه لو طقوس التضحية بالخنجر فشلت، أرواح الشخصين هتتبدل للأبد بعد 24 ساعة. ساعتها يدركوا إن الوقت بيجري، وإن ميلي فاضل قدامها ساعات قليلة بس عشان ترجع لجسمها الحقيقي.
في نفس الوقت ميلي اللي جواها روح السفاح تستنى لما الحصة تخلص وتروح للمستر لوحدها. المدرس يكون مستغرب جدا من تصرفاتها ونظراتها. فجأة ميلي تشغل المنشار وواضح على وشها نية شر وتهجم عليه. المدرس يحاول يدافع عن نفسه، ومع ان روح السفاح جواها إلا انها في جسم بنت، فقبل ما تقدر تخلص عليه ينجح انه يبعدها عنه ويضربها بسبب اللي عملته. لكن ميلي تلمح مفك واقع على الأرض، تمسكه بسرعة وتطعنه في رقبته وتقتله في الآخر. وهي خارجة من المكان تقابل 2 حراس، بس طبعا ما يشكوش فيها خالص. في اللحظة دي يوصل السفاح الحقيقي مع نايلة وجوش. ميلي تصرخ فجأة وتطلب مساعدة الحراس، هيفتكروه هو الخطر ويجروا وراه. ال3 يركبوا عربية جوش ويهربوا بسرعة. الحراس يبلغوا الشرطة، ومنهم شارلين أخت ميلي اللي تكون قريبة من المكان فتجري وراهم. نايلة تطلب من جوش يغير الاتجاه ويروحوا المول، لأنه أحسن مكان يستخبوا فيه وسط الزحمة. أول ما يغيروا الطريق عربية شارلين تتعطل. يوصلوا المول ويخبوا السفاح في بروفة الملابس، ونايلة تحذره ما يطلعش غير لما ترجع له. بعد شوية نايلة تجيب له لبس على شكل شخص عادي عشان ما يلفتش الانتباه. بعدها يسيبوه في المكان ويروحوا بسرعة يوصلوا لميلي. في الطريق جوش يوري نايلة بث مباشر لأصحابهم واللي كانوا زعلانين إن المدرسة لغت حفلة لم الشمل. يقرروا يعملوا حفلة خاصة بس مش عارفين فين. ميلي تقترح عليهم يعملوها في المصنع القديم لأنه مهجور ومحدش بيروحه. الكل يوافق. واحد من الولاد يقرب منها ويلمسها، فترد عليه بهدوء مرعب وتهدده إنها ممكن تقتله. قبل ما تمشي تبتسم لبوكر بطريقة تخليه يمشي وراها. في نفس الوقت يوصل ال3 للمكان ويبصوا على كاميرات المراقبة ويشوفوا بوكر جوا بيت الرعب، وكمان ميلي. يتقسموا عشان يلحقوا بوكر قبل ما تموته. بوكر يفضل يدور على ميلي عشان يكلمها، وفي نفس اللحظة التانيين بيدوروا عليها. فجأة ميلي تظهر ورا بوكر وتبدأ تسحبه وراها، وقبل ما تقتله السفاح يظهر فجأة ويضربها ضربة قوية تخليها تفقد الوعي. بوكر يستغل الفرصة ويهرب، لكن السفاح يجري وراه يضربه هو كمان ويقع مغمى عليه. بعد شوية نشوف ميلي مربوطة على كرسي في بيت جوش وبوكر دايخ من الضربة. أول ما يفوق ويشوف السفاح يترعب. السفاح يحاول يطمنه ويقوله إنه ميلي رغم شكله المرعب. في نفس الوقت ميلي تصرخ وتقوله إنه كذاب وإنه لازم ينقذها منه. السفاح يحاول يقنع بوكر ويحكي له قصة تبديل الأجسام بسبب الخنجر الأثري، لكن بوكر مش مقتنع ويفتكر إن ميلي مخطوفة. فجأة السفاح يبدأ يقول أبيات شعر. بوكر يتصدم ويحس إنه سمع الكلام ده قبل كده. نايلة وجوش يبقوا مش فاهمين حاجة. بوكر يقول لهم إنه من أسبوعين لقى ورقة في شنطته مكتوب فيها نفس أبيات الشعر، ومن ساعتها وهو مش عارف مين اللي كتبها. هنا الحقيقة تبان، وميلي اللي مربوطة يتكشف إن جواها روح السفاح. نايلة تجري وتقفل بقها عشان تبطل كلام. يتفقوا إن الحل الوحيد إنهم يجيبوا الخنجر من القسم والسفاح يطعن بيه ميلي عشان الأجسام ترجع لطبيعتها. يقرروا يسيبوا جوش معاها لأنهم مش هيعرفوا يتحركوا بيها. لما يوصلوا القسم يلاقوا المكان شبه فاضي لأن كل الدوريات نازلة في الشوارع. نايلة يكون عندها خطة. تدخل لشارلين وهي مرعوبة وتحكي لها إن السفاح كان خاطفهم وأجبرهم يركبوا العربية، وإنها قدرت تهرب منه وهو بيجري وراهم. شارلين تطردها بره القسم وتطلع تدور عليه. في نفس الوقت جوش يكون قاعد بيتفرج على التلفزيون واخد باله من ميلي. يدخل المطبخ يجيب حاجة ويتفاجئ إن أمه وصلت البيت رغم إن المفروض كانت لسه راجعة بكرة. أول ما جوش تدخل الأوضة وتتخض من اللي شايفاه، جوش يتلخبط ويحاول يلم الدنيا ويقول لها إن ده تمثيل وهزار، بس ميلي تهز دماغها وترفض الكلام ده. الأم تحس إن في حاجة مش مظبوطة وتقرب بالسكينة عشان تفك ميلي، لكن فجأة ميلي تكون فكت إيديها تقريبا وتضرب الأم وتخطف السكينة وتحاول تخلص عليهم. جوش يلحق نفسه في آخر ثانية ويجري يقفل باب الأوضة عليهم، بس ميلي ما بتهداش ولا بتستسلم. في الوقت ده نايلة تكون قدرت تجيب الخنجر. جوش يكلمها في التليفون بس ميلي ما تعرفش تتحرك كويس عشان جسمها ضعيف. نايلة تكون باينة عليها العصبية والتوتر. في شارلين تطلب منها ترفع ايديها وتكتشف انها ماسكة سلاح الجريمة. في نفس الوقت بوكر يكون واقف مع السفاح ويتفاجئوا لما يشوفوا ميلي دخل قسم. شارلين تطمن عليها وميلي تمثل انها طبيعية عشان ما تشكش فيها. اول ما السفاح يدخل ميلي تضرب شارلين بالنار، تخطف الخنجر وتهرب بعربية الشرطة. شارلين تحاول تسيطر على السفاح وتدخله الحجز،
وهي مش عارفة إن اللي قدامها أصلا ميلي. أول ما بوكر يدخل القسم، ميلي تلف وتضربه، والسفاح يزقه ويرميه جوه الحجز ويقوله إنه هيفهمه كل حاجة بعدين. بعدها نروح على المصنع القديم والحفلة تكون مولعة. ميلي تكون موجودة هناك وبتفكر هتختار ضحاياها ازاي. يقابلها نفس الولد اللي اتفق معاها على الحفلة ويقول لها إنه مش هيسيبها تفلت منه المرة دي. الوقت ده الباقيين يوصلوا المكان ويتفقوا إن لازم ينهوا كل حاجة قبل فوات الأوان. بوكر يفكرهم إن فاضل 13 دقيقة بس، ويدي السفاح ساعته ويشغلوا الستوب ووتش. ميلي تمشي مع الولد وتكتشف إنه جايب معاه 2 تانيين وناويين يستغلوها، وهم ولا على بالهم الحقيقة. تمسك إزازة الويسكي وتضرب 2 منهم، التالت يهاجمها ويهددها بالقتل، لكنها تمسك المنشار الكهربي وتخلص عليه بطريقة مرعبة. في نفس اللحظة السفاح يلبس الماسك عشان ما يلفتش الانتباه، ويتفقوا إنهم يتفرقوا. جوش يسأل واحد من زمايله عن ميلي، فيقوله إنه شافها من شوية وياخده ويمشوا وراها. لما السفاح وبوكر يوصلوا عند الطلبة يتصدموا من اللي شايفينه. نرجع لجوش وصاحبه اللي يوصلوا لمكان ميلي، ويتضح إنهم دخلوا فخ. ميلي تقتل الولد بوحشية، لكن في اللحظة دي السفاح يوصل ويطلب من جوش يهرب لأنه لازم هو اللي يخلص الموضوع. ميلي تهاجمه والخنجر يقع منها. جوش يحاول يبلغ الباقيين، بس الحراس يشوفوه ويبدأوا يفضوا المكان. السفاح يمسك الخنجر ويقرب يطعن ميلي، لكن الحارس يتدخل ويضربه في رجليه. ميلي تخطف الخنجر وتهرب، والسفاح يضرب الحارس ويحاول يجري وراها، بس الإصابة تمنعه. نايلة وجوش يلحقوا ميلي، يهجموا عليها ويوقعوا الخنجر منها. جوش يمسكه ويديه للسفاح. السفاح يقرب يطعنها، وفجأة صوت الستوب ووتش يرن. الوقت خلص. الكل يفتكر إن خلاص الأجسام هتفضل زي ما هي. ميلي اللي جواها السفاح تضحك بشماتة، لكن السفاح الحقيقي يفتكر نصيحة بوكر لما قاله دايما قدم ساعتك 5 دقايق، وبما إن ساعته متقدمة فعلا يبقى اليوم لسه مخلصش. يمسك الخنجر ويطعن ميلي. القمر يختفي وميلي تتعذب من الألم، وبعد لحظات تفوق وكأن ما حصلش حاجة وترجع لطبيعتها. في اللحظة دي يوصل 2 شرطة. بوكر هو اللي مبلغهم، وقبل ما السفاح يتحرك يضربوه بالنار ويقع في الأرض. بعد شوية الإسعاف وعربيات الشرطة توصل، والكل يحس بالراحة إنهم نجوا. بوكر يطمن على ميلي ويعترف لها إنه معجب بشعرها. ميلي تشكره لأنه وقف جنبها رغم كل اللي حصل. في نفس الوقت الإسعاف تنقل السفاح وحالته تكون خطيرة جدا. ميلي ترجع بيتها وتبدأ صفحة جديدة مع أمها وأختها. بعد شوية تدخل أوضتها عشان تنام وتسمع صوت غريب. تروح تشوف المصدر وتلاقي باب البلكونة مفتوح. تفتكر إن شارلين نسيت تقفله وتنادي عليها، بس مفيش رد. الصوت يتكرر وميلي تبدأ تقلق وتلف في الشقة، بس ما تلاقيش حاجة. فجأة السفاح يظهر وراها ماسك السكينة وبيهددها. في اللحظة دي شارلين تدخل ومعاها المسدس، بس يطلع فاضي لأنه سرق الرصاص قبل كده. الأم تهجم عليه وشارلين تحاول تعمر السلاح، لكن السفاح يضرب الأم بعنف ويضرب شارلين هي كمان. ميلي تمسك السكينة وتحاول تقتله، بس ما تقدرش. السفاح يقول لها إنه كان جوه جسمها وعارف قد إيه هي ضعيفة وكل الناس متحكمة فيها. يزقها على الأرض. ساعتها ميلي ترد وتقوله إنها كمان كانت جوه جسمه وعارفة كويس نقطة ضعفه. تضربه في المكان الحساس، والأم وأختها يهجموا عليه وميلي تطعنه بكل غضب وتنهيه للأبد. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.